السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الليمون المخلل لرمضان. احنا بدأنا كده في سلسلة تخزين الليمون. عملنا مخلل الليمون السريع، دلوقتي هنعمل المخلل الليمون لرمضان وفيما بعد رمضان، يعني لحد ما الليمون يطلع السنة الجاية ان شاء الله وعليكم خير، ويكون عندنا موجود في البيت بالكمية. يعني الكمية بقى على حسب، يعني احنا بناكل ليمون كتير او لا. ده طبعا احنا هنعمله ني عشان احنا هنخزنه للسنة، هنفتحه ونحشيه مش اكتر من كده. واهم حاجة محلول الملح، محلول المية يبقى مظبوط. وعندنا كمان الليمون هنعصره بقى ونشيله في الفريزر. انا جايباه بقاله 3 ايام في البيت. دلوقتي بقى نعمل المخلل. عندنا ايه؟ عصفر وحبة البركة، عصفر وحبة البركة وملح، ودول بقى كده شوية فلفل مفرومين مع فصين من التوم، يعني حوالي 5 فصوص من التوم، وعليهم شوية فلفل، ودول اختياري. اساسي الليمون، ملح وعصفر وحبة البركة. وزمان امهاتنا كانوا بيحشوا الليمون ملح وشطة بس، مش اكتر من كده. بس طبعا كانوا بيحشوا كمية ملح كبيرة جدا، لكن احنا طبعا مش عايزين ملح كتير. هنفتح بقى الليمون ونحشيه، وطبعا بقى نكتب على البرطمانات بتاعتنا ان ده الليمون ده بتاع رمضان، بحيث ان البرطمانات كلها شبه بعضها، ما يتلخبطش المخلل مع بعضه. هنفتحه بقى كده 4. مفيش حد يمسك لي التليفون. فتحه كده بالشكل ده 4 ونحشيه. افتحه بقى كله بالشكل ده ونرجع نكمل مع بعض. نفتحه 4/4 بالشكل ده. طبعا احنا مش سالقينه وني، ونحشيه. ونعبي بقى في البرطمانات. نحشي بقى كل الليمون معانا بالشكل ده. نعمل بقى الكمية اللي احنا عاوزينها. ودلوقتي هنقدر نجيب كمية مثلا، يعني نقدر نجيب مثلا كده 10 كيلو على بعضهم، يعني الكيلو ب10. طبعا اما نجيب كمية كده نقول للراجل يعني اللي بيبيع الليمون ان احنا هناخد كمية على بعضها، ده يحسبهولنا كده كيلو وربع ب10. لو عندكم بقى كيلو ونص يحسب كيلو وربع، يحسبولكوا كيلو ونص. احنا نقول له كده يعني هناخد شوية على بعضهم، بس هتقللنا في السعر يعني. بدل ما نشتري كيلو بكيلو والكيلو ب10 هنشتريهم على بعضهم. كمان داخلين بقى على المدارس، مش هنبقى فاضيين بقى نخلل، يعني كفاية نعمل الأكل كده ونجري نروح الدرس، نروح المدرسة، نقعد جنب جماعة كده في الثانوية العامة ما بيذاكروش، نقعد جنبهم. أخلل بقى كل الكمية ونرجع نعمل محلول المية مع بعض.
عبينا المخلل بتاعنا كله الليمون بالشكل ده. طبعا انا عبيت دول وكان عندي محلول ميه متبقي، فرحت ضفته عليهم وقفلتهم وغطيت الوش بزيت. ده احنا قلنا ده المخلل بتاع رمضان، فهنأمنه يعني نضيف على الوش شويه زيت. وعندنا اخر برطمان بقى كده نعبيه محلول الميه. معانا كوبايه من الميه، عليها معلقه اكل كده ملح. بقى كوبايه الميه عليها معلقه ملح ومعلقه صغيره من السكر ومعلقه صغيره من الخل. طبعا انا كنت عامله محلول ميه كتير للزيتون ومتبقي عندي ميه، دول شويه ميه متبقيين فيهم بقى الخل والملح والسكر وباقي كده الخضار ده. ونعبي بقى اخر برطمان. ونغطي الوش بزيت. ده انا عملتهم بالليل وبعدين جالي مشوار كده مستعجل، فسبت باقي المخلل بقى، يعني رحت دول حاطه ضايفه عليهم الميه وقفلتهم، والباقي بقى كملته تاني يوم. نضيف بقى للوش شويه زيت ونقفل البرطمان بتاعنا ونشيلهم بقى. وده كده عملنا كده مخلل رمضان. بقى ده الشكل النهائي لمخلل الليمون بتاعنا. احنا هنكتب بقى عليه كده ورقه، بس ما لقيتش حاليا سولوتيب، هكتب عليه ان ده مخلل رمضان، علشان احنا عاملين برطمانات تانية برضو ازاز ما يتخلطوش مع بعض. ونشيله بقى كده لرمضان. جربوه بقى وبألف هنا على قلبكم. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.